اللاعبين الاساسيين كلهم غادروا. 3 مهاجمين غادروا المنتخب، مهاجمين صريحين، زائد الظهير الايسر والايمن مطاعه والعلقي. ف من حقي انا ابحث عن البديل. الان انا معي 2 مهاجمين، اللي هو عباس الخضر، ومعي ايهم داغف الولد الصغير. فانا بحاجه لمهاجم. خسرت الناس مشبق والبرواني ومختار موفق. الناس فاهمه غلط حكايه انه البعداني استدعى 12 يا اخي استدعي حتى 20 لاعب. الناس اسمح لهم في اطار ضيق يشاركوا وعلى مستواه. اللاعب اللي لا هم يخافوا من الانسجام، موضوع الانسجام يعني لاعب ياتي في وقت ضيق صعب ينسجم مع المجموعه لا ما صعوبه. لاعب موهوب ممتاز عنده قدرات والله بينسجم بدقائق مع المنتخب، بيتكيف سريع. اذا لاعب موهوب عنده قدرات. ما هي المراكز اللي ما تحتاجها الان اللي بتبحث فيها زي ما نقولوا ابره في كومه قش؟ الاطراف والمقدمه. وحارس مرمى اذا في حارس مرمى ممتاز طويل. طبعا هذا مش يسائل حراس مرمى. معنا وضاح انوار ممتاز جدا وفتره كان لكن مباراه اوزباكستان للاسف كان خط الدفاع مهزوز تماما يعني. فما يعني اليوم وضاح نجم المباراه.